هاي الحافات كلها نشيلها. هاي قطعة ام اللفة، اللي يسألون على ابو اللفة. هذه الاطراف اشيلها وكلكم تعرفون. خلي نبلش يلا. اللي هسه سئلت عن النزال خل تنتبه. المرة وزنها 80، النزال مالها راح اسويه 42، اثبته على اليمين اثبته على ال40. هاي القطعة 2.5 متر، ردانها جرجيت، 2.5 متر ردانها جرجيت. اللي يريدون بالشبارة خلي ينتبهون. 1 2 و2 اصبع، شبرين و2 اصبع، 1 2 و2 اصبع. خلي بالك يمي. وزنها 80، المرأة وزنها 80. هسه نقعد نخيط واصعدكم، اعطوني مجال. خلي نفصل هسه. اكمل التنوره لانه القصه راح تصير كلوش. يا علي مدد بس دزي طلب بدا يطلع عندي. كيف مسدود مو مفتوح، كيف مسدود تشوفون. راح ابدي احفر البدن. هذا البدن او التنوره. هاي التنوره خلينا نقيسها شقد. وزنها 80. الورك مالتها الداير 32، يعني شقد؟ يعني 74، يعني شقد؟ يعني 148. خلي ببالك 148. هذا البدن، هذا ابو اللفه، هذا الك. اوكي نجي وين؟ نجي هنا. انا ردن عندي ضامتها، ردن جرجيت. خلي ببالك هاي القطعه اخذتها من الطول. خلصت التنوره وبقالي شنو؟ بقالي الصدر. بقالي الصدر. خمسين. أخذت للصدر 50. هاي مال الصدر، هاي بس للصدر. زين. اني هاي القلبات هنا راح تكون. تاخذين الميلان، هذا ضروري الميلان. زين.
احنا هسه ايش عندنا؟ عندنا اللي فضل لنا خلينا نقيسه ايش قد؟ خلينا نقيسه ايش قد؟ 35 يعني ايش قد؟ يعني 70. خلي بالك يمي. انا اريد احفر. ثاني ايش قد عندي شبر. مع الحفرة شلون راح تكون؟ وش قد راح يصير قياسها؟ دخولية التقصيرة ثمانية وعشرين. خلي ناخذ نزال الكتف على مود ما يصير عندنا اي غلط. اصبع واحد لا تاخذين اكثر تبدين تموتين. هنا انا اريدك تسوي لك بنسه على مود ما تهدل عندك جو الابط. تمام. الجهه الثانيه نفس الشيء. خلي نفتحها هسه ونشوف. انا اريد افتحها واريد اريد اشوف ابو اللفه شلون ما ينجح بايديكم ولويش وشنو السبب. احنا هسه ايش عندنا هاي اللفه. شفتوا صدرها؟ طبعا ابو اللفه دائما يكون دلع ويكون مفتوح. فانت حاولي شو تسوين؟ لا تسوين دخوليه زايده ولا تحفرين الحفره زياده، لانه انت من راح تحفرين حفره زياده راح يصير عندك خطا. شنو الخطا؟ راح تصير يا اما صاعده عندك مخنوقه يا اما دلعه. زين؟ احنا شو نقول هذا اللي فضل لنا. زين؟ انا ايش راح يروح؟ راح يروح عندي اصبع للدخوليه مال القلبه ويفضل لي هذا. خلينا نشوف ايش قد عندنا زايد. هسه احنا ايش قد عندنا زايد؟ خلينا نشوف. اكو عندك دنابيس بيضاء؟ اعطيني فد 2 3 عمري. لا ما كل التحويل نفسه. لا طيب. اريدك تنتبهين واذا اكو خطا قولوا لي. اذا اكو اي خطا قولوا لي. هاي الفتحات راح تصعد. وين راح تصير؟ تنطبق هنا. هاي احنا شو نسميها؟ نفرغ يعني من المكان على مود ما تنزل. من تنزل راح تطلع مذايله عندك. من راح تطلع عندك مذايله من هنا. من هنا راح تطلع عندك مذايله. بس انت شو تسوين؟ راح تجي هاي تصعد هنا وهاي راح تصعد هنا. راح تجيك تقصع عدله وحلوه ومرتبه. هاي احنا شو نسوي؟ هاي راح تكون عندك بهاي. من هنا ايش اريد من عندك؟ نص اصبع. راح يكون عندك اصبع كامل. ومن هنا هم نص اصبع على مود من تلبسيها راح تقعد حلوه على جسمك. وصلت الفكرة؟ لو بعد ايش قد ما اجاوب واتساب لحد لا يتصل. اريدش تنتبهين على قياس الصدر وشلون راح تاخذي.
مكرم بس شو احط لها شغلات توصل لها؟ مو يمك الباترينش اختاري اي شيء حلو خليه اياه، بس اريده بسيط ما اريده هوسه. زين شوفوا بنات، احنا ايش عندنا هسه؟ راح نطلع القطعه الثانيه على هاي القصه. شوفوها على مود ما يصير عندك اي خطأ. هاي الاثنين اصبع لا تنزلين اكثر لانه هي دلعه وتنزلين بعد تدلعين ما ترهم عندك. هذا الظهر خلصت من عنده. هسه انا عندي هاي 50 اللي هي جقد اللي هي نص متره. خلي بالك يمي احنا شو نريد نخلي لها بصمه من نفس القماش القديفه مالتها، ونريد الباقي ايش قد يطلع لنا. احنا الرداني الكامله نسويها 60 او 62 او 63 او 64. خلي نكمل. اني راح اشتغل على 55 على 55. اني فصلت هسه ايش قد بقالي؟ اني اريد لي 5 اللي هي 3 اصبع. خلي بالك يمي احنا شو نريد؟ هاي ايدينا اللي هو كيف راح نجيبه هنا نخليه. راح ابدي احفر، ما احفر حفره بها زياده، لا اني اريد هاي الحفره تطلع لي اكثر من كيف. فيقولي ليش هيك حفرتي؟ خلينا نشوف ايش قد طلع لنا. 24 الجهة المعصم مال الايد 24 لانه اريد اسوي بيها خرطة ناعمة. زين راح نجي وين؟ احنا نريد بصمات للايد. اني احتاج بصمات للايد. هذا القماش ليقرا يعني مطاط، يعني البصمة مال الايد ستة وعشرين. احنا شو نريد؟ احنا نريد نصفيها على 22. طبعا انا ما راح اخذ منها لانه الخياطه هي راح تاخذ زوائد وترتب لي اياها بصمه مرتبه. زين يعني خلي ببالك هاي راح تكون هنا راح يكون بها خرطه ناعمه. هاي البصمه مالتي. هاي ايش قد هسه عندي؟ هاي 10. انا ايش قد محتاجه؟ انا محتاجه 5 بس انا راح اخليها الخياطه هي تكمل الباقي. يعني راح نشيل منها 2 راح نشيل منها 1 راح يصفى لي 5 أو 6 بالزايد. عندك الخياط ياكل خلي ببالك.